النهارده هشرح لك بالتفصيل ازاي نبدا نستثمر في الذهب من خلال صندوق ازموت جولد. تمام؟ ليه ازموت جولد؟ لان ازموت جولد هو الصندوق الوحيد اللي متوافق مع الشريعه الاسلاميه. تمام؟ انا وجهه نظري ده افضل صندوق موجود في الاربعه. طيب هنعمل ايه؟ بالتليفون هندخل على المتجر، هنكتب في البحث AZ انفست. تمام؟ ظهر قدامنا اهو. اول حاجه هندوس عليه، ظهر التطبيق عندنا تحت، هندوس كلمه تثبيت، هندوس على تثبيت، هينزل عندنا في الجهاز. تمام؟ بعد كده بعد ما نزل عندنا على الجهاز هنفتح التطبيق، هنسجل عليه، يطلب منك الاسم والبيانات الشخصيه بتاعتك، ورقم البطاقه الشخصيه تبقى معاك، رقم حساب البنك هيبقى معاك، هيطلب منك زياده تاكيد تصور وشك وحركات كده بوشك، ما تستغربش. طيب هنبص منظر التطبيق بعد ما نفتح. خليك فاكر احنا بنتكلم على صندوق الذهب، هنلاقي صناديق تانية انا هشرحها لك بس مش دلوقتي. الصناديق كلها اهي قدام منك، هنلاقي ايزي جولد، هتلاقي حتى لونه ذهبي، هنخش عليه. طيب بيديك تفاصيل الصندوق. الصندوق محقق مكسب في سنه، يعني من النهارده للسنه اللي زي النهارده السنه اللي فاتت محقق مكسب 44%. السنه دي محقق مكسب 39.9، يعني حوالي 40% من اول شهر يناير لحد النهارده. بدايه الصندوق، من بدايه الصندوق لحد النهارده الصندوق محقق 111% مكسب. تمام؟ هنا بيديك الاهداف الاستثماريه بتاعت الصندوق. بنستثمر في الذهب بنسبه كذا. طيب بعد كده معلومات اكتر عن الصندوق. الصندوق بدايته 21 مايو 22، الشراء والبيع من يوم الاثنين يوم الخميس، لو قلنا الكلام دوت. طيب تحت بيديك رسم بياني، وبعد كده بيقول لك نسبه الذهب في الصندوق ده 95%. انا قلت لك قبل كده ان برضو الصندوق ده ميزته ان هو اعلى صندوق فيه ذهب، نسبه الذهب فيه من 95%. ال 5% الثانيه دي سيوله نقديه. طيب بنشتري الصندوق منين؟ كاتب لك ادوات التلقي او جهات التلقي، من على ازموت اللي هو احنا عليه دلوقتي، من على نعيم للوساطه، من على مباشر، من على جلوبال انفست، من على صندر، من على هتلاقي كتير. بس طبعا عشان الصندوق بتاع ايزي جولد فاحنا هنشتريه من ايزي جولد. ليه؟ لان اي تطبيق من دول من التانيين دول عشان تشتري من عليه هياخد عموله ولازم يستفاد. يعني احنا قلنا قبل كده صندر هياخد منك 1 في ال1000، غير عموله 2 جنيه تقريبا على سعر الوثيقه او على عمليه الشراء. فاحنا في غنى عن كل دول. تمام؟ ونشتري من الصندوق بتاعنا نوفر الايه؟ العموله. تحت بيقول لك مدير الصندوق فلان الفلاني. تمام؟ وعلى فكره ده المدير التنفيذي للشركه، شركه ازمه. وتحت نشره الاكتتاب فيها المعلومات بقى بتاعت راس المال والكلام اللي احنا عارفينه. طيب نشتري ازاي؟ هنخش على استثمر الان بعد ما بكون حضرتك حولت الايه؟ المبلغ